الاكل حلو قوي قوي قوي، بالذات بقى في رمضان. بقنا ما بيتقفلش في رمضان، ما بيتقفلش. حلو على حاجه. صوابع خالتي زينب، كله على كله. فانكوس ماشي. المهم ان انتي اما تاكلي حافظي على جسمك زي كده، تاكلي مش تبقي رشيقه، ما عندكيش كرش، ما لاقيكيش طالعه من رمضان الكرش مدلدل، ازعل منك قوي. والله العظيم احس كده ان انا مجهودي وقع على الارض. المهم يعني مطولش عليكم، قولوا لي طولي يا بنتي امان، احنا كده ما وراناش حاجه. عايزاكم كلكم تجربوا كريم القهوه ده. اقسم بالله يا بنات انا متاكده ان الكومنتات كلها اصلا هتكتب ان الكريم ده سحر. كريم القهوه ده بيشفط البطن، خليش فيه بطن. بصوا يعني انا واحده والده مرتين مفيش بطن، بيشفط البطن. عارفين عمليات النحت اللي انت بتروحي تدفعي فيها الوفات؟ الكريم ده جبار. ادهني بطنك بعد الفطار ولفي عليها الاسترتش بتاعك اللطيف وسيبها ساعتين، هتلاقي في كميه دهون بتنزل من بطنك، عرق وكميه دهون. الكريم ده تحفه، تحفه لتنزيل البطن، تحفه. الكريم ده كريم القهوه لتنحيف الجسم، يعني حتى لو عندك لغاليغ هنا نزليها برضو بالكريم ده. بس عايزه اقول لكم هو جبار للبطن، كل البنات اللي جربته والستات محدش قال عليه غير ان هو سحر. وعايزه كل الناس برضو اللي جربته تقول رايها في الكومنتات. الكريم ده رهيب، كلي زي ما انت عايزه، افتحي بقك زي ما انت عايزه، كلي حلو على حادق على اصل احنا بقى رمضان، رمضان في رمضان كل اللي ممكن عادي. اهم حاجه بطنك، ما لاقيش ست بكرش ارجوكم. الكريم ده بجد يا بنات سحر لتنزيل البطن، سواء راجل او ست. الكريم ده جبار لتنزيل البطن. من رابع يوم انت هتحسي بنتيجه وفرق. انا عايزه كل البنات والستات اللي عندها كرش تجرب الكريم ده، رهيب لتنزيل البطن. الكريم ده جبار وسحر لتنزيل البطن. اهم حاجه تجيبي الاصلي، حطيه على بطنك، لفي الاسترتش، بعدها بساعتين فكي الاسترتش، هتلاقي دهون تحسي ان انت عملتي عمليه تكميم في معدتك، بيخفي البطن تماما. شهر مش هتلاقي بطن. اقعدوا بالعافيه.